أنا عندي سؤالي هو هنا. هي حدوتة بسيطة وبعد كده هسألها لكم. في حد لسه شايفاها فيديو عمل عملية عشان يطول، لدرجة اللي هو كسر رجليه وركب عظم من عظم، وبعد كده حاولوا يعلموه المشي، وده لمدة طويلة. انت عارف يعني ايه تستحمل ألم كسر وتتعلم بعد كده اللي انت تمشي؟ وبعدين الراجل دوت كان سنه كبير مش صغير كمان. الموضوع كان صعب جدا. احنا لما لا قدر الله ربنا يحفظنا كلنا، لما بيحصل لنا كسر او اي حاجة بيبقى عندنا هاجس اللي احنا هنمشي تاني. طب هرجع امشي تاني طبيعي، بالذات مثلا لو مش كسر بس، مثلا ركبت شرايح، ركبت مسامير، ربنا يحفظكم كلكم. لا ده